بيعدي علينا اليوم ذكرى ميلاد ووفاة صاحب الصوت الملائكي الشيخ محمد رفعت رحمه الله وأدخله فسيح جناته. حدث في مثل هذا اليوم يوم 9 مايو من عام 1882 ميلاد الشيخ محمد رفعت. هو أحد قراء المصريين البارزين والملقب بالمعجزة. الشيخ محمد رفعت الذي ولد في يوم 9 مايو من عام 1882 بحي المغربليل في القاهرة، وتوفى في نفس اليوم يوم 9 مايو من عام 1950. الشيخ محمد رفعت من أوائل من أقاموا مدرسة التجويد في القرآن الكريم في مصر، فأكمله القرآن الكريم نزل بالحجاز وقرئ بمصر، وكانت الطريقة الخاصة به بها تجسيد لمعاني الظاهرية للقرآن الكريم. الشيخ محمد رفعت صوت تستمتع له بكل كلمة وكل حرف، وكان عنده اهتمام كبير بمخارج الحروف، وكان يعطي لكل حرف حقه حتى لا يختلف المعنى، بل يصل المعنى الحقيقي إلى صدور الناس. وكان صوته حقا جميلا ورنانا، وكان يتنقل من القارئ إلى القارئ ببراعة وإتقان وبغير تكلفة بعكس بعض الناس. وكان الشيخ محمد رفعت كان يستطيع أن يتنقل من مقام إلى مقام دون أن يشعرك باختلاف. كان الشيخ محمد رفعت قويا رقيقا، وكان عنده خشوع، وعندما كان يقرأ تجد الناس تبكي من الخشوع. الشيخ محمد رفعت كان اتصاب في عام 1943 بمرض سرطان الحنجرة الذي كان معروف وقتها بمرض الضغطة، وتوقف عن القراءة، ويقول إنه بالرغم إنه لم يكن يمتلك تكلفة العلاج، ولكن اعتذر عن قبول أي مدد أو أي عون وألح عليه ملوك ورؤساء العالم الإسلامي، وإن كانت كلمته المشهورة أنا قارئ للقرآن الكريم لا يهون. وفارق الحياة الشيخ محمد رفعت في يوم 9 مايو من عام 1950. ويقول عنه أنيس منصور: لا يزال المرحوم الشيخ رفعت أجمل الأصوات وأروعها، وسر جمال وجلال صوت الشيخ رفعت إنه فريد في معدنه، وإن هذا الصوت قادر على أن يرفعك إلى مستوى الآيات ومعانيها، ثم إنه ليس كمثل أي صوت آخر. والموسيقار محمد عبد الوهاب وصف صوته بأنه ملائكي يأتي من السماء لأول مرة، وسألوا الكاتب محمود سعداوي عن سر الشيخ محمد رفعت فقال: كان ممتلئ تصدقه وإيمانه بما يقرأ. أما عن علي خليل شيخ الإذاعيين فيقول عنه إنه كان هادئ النفس، تحسه وأنت جالس معه إنه رجل مستمتع بحياته وكأنه في الجنة. ويقول عنه كان رجلا كأنه ملائكي، تراه في وجهه الصفاء والنقاء والطمأنينة والإيمان والخلاص والخلق، وكان ليس من أهل الأرض. ويوم الوفاة نعت الإذاعة المصرية، وعند وفاته قالوا إلى مستمعينا: قالوا أيها المسلمين، فقدنا اليوم عالم من أعلام الإسلام. أما الإذاعة السورية فجاء النعي على لسان المفتي حيث قال: لقد مات المقرئ الذي وهب صوته للإسلام. رحم الله فضيلة الشيخ محمد رفعت في يوم ذكرى ميلاده ووفاته. رحم الله الشيخ محمد رفعت صاحب الصوت الملائكي، لو لسه فاكره ادعي له بالرحمة.